9:15. هنا القاهرة، إلى ربات البيوت. يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا. يا صباح الخير ياللي معانا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. يا صباح الورد والفل والياسمين حرفيا يا جماعة. ايه رأيكم في الجو الحلو ده؟ هتتصدموا لما تسمعوا سعر الهلمة دي كلها كام. بصوا بقى الجمال والحلاوة والطاقة الإيجابية. ده نعناع سعودي، ودي شطة. بصوا الشطة صغيرة ازاي وحلوة، بصوا زي القمر، كيوت جميلة. وده نعناع سعودي، وكمان في روزماري هوريهولكم دلوقتي، وورد بلدي، ومسك الليل. بصوا بقى مسك الليل ده انا اتصدمت منه خالص. ده الورد البلدي. بصوا ده مسك الليل بقى. مسك الليل ده المفروض انه بالليل بيعمل ريحة حلوة. لقيت الريحة اللي مطلعها بالليل جميلة جميلة، برفان طبيعي، تحسوا كده ان ريحته ايه الحلاوه دي. انا دخلت بالليل، هو الراجل قال لي بالليل هتشم ريحته، هو اسمه مسك الليل وريحته ما بتطلعش الا بالليل. فاتفاجئت بالليل اما دخلت البلكونه ايه الريحه الحلوه دي. فكرت ان حد مثلا معدي حاطط برفان او حاجه وواصل لغايه عندي. افتكرت بقى مسك الليل، عرفت ان هو اما قربت منه بقى وشميته. وفي حاجه كمان جنبه كده انا مش عارفاها. انا عايزه اقول لكم ان كل اللي انتوا شايفينه ده ب70 جنيه، اللي هي الكبيره اللي هي مسك الليل، واللي جنبها دي انا مش عارفه هي ايه بالظبط. وقال لي والله بس ذاكره في التوهان خالص. الاتنين دول الواحدة ب15، الكبار يعني الاتنين ب30، والصغيرين الواحدة ب10. يعني كل ده ب70 جنيه. قولي بقى هم حلوين ولا؟ بصوا قمر يعني، هم انا شايفاهم. وبعدين الروزماري طبيعي بقى اللي هو تاخدي على طول وتغسلي وتحطي على الاكل. والنعناع السعودي ده انا اول مره اشوفه الصراحه، بس هو قال لي هيعجبك، ما كانش عنده نعناع بلدي. انا كان في ضميري نعناع بلدي. وانا معديه كده في السوق لقيته واقف يعني بعربيه، بصي زي المشتل كده، مليانه بقى انواع كتير وحاجات كتير وكذا نوع معاه. بس دي بقى الحاجات اللي عجبتني. هو قال لي اسقيها يوم يوم لا، وان شاء الله تطلع حلوه. المهم بقى ان انا دخلت كده على جوه، قلت بقى ايه هشفط الدنيا كده من جوه عشان تن نظيفه، واروق من جوه كمان الاوض. والسجاده بتاعت اوضه رؤيه كده كنت حاسه ان هي مش هي نظيفه، بس اللي هو ايه اما بيتن على الارض ياما بتحسي ان لونها يعني اللي هو عايزه تعملها فريش كده. فانا المشات دي باخدها اغسلها في الغساله 15 دقيقه وبتبقى زي الفل، بتتنشر يا دوبك ساعه زمن وبترجعي تفرشيها تاني نظيفه بقى، تحسي كده بالنظافه. فدخلت كده الاوضه شفطتها كويس وشلت السجاده. بصوا بقى بتحسوا ان الشراشيب مثلا مغمقه بقى شويه، مش بتبهدله قوي كده كلام من ده. فالشطفه اللي هي ربع ساعه ده هي بشغل عليها غساله وبحطها فيها لوحدها، بترجع زي الفل يا جماعه. وبفرشها بعد ساعه ولا كأن حصل حاجه، يا دوبك بس بتاخد تهويه في البلكونه وبرجع تاني افرشها. شفطتها بقى كويس كده، وبعد كده لميت السجاده ورجعت شفطت بقى تحتها مطرح اي تراب او اي حاجه او اي بهدله اهو. بصوا بقى هتحسوا ان الدنيا راحت معاكم زي الفل. انا زي ما انتم بتشوفوا الروتين بتاعي اللي هو بقى بمشي معاكم يوم بيوم. اكيد في حاجات كتير قوي مش بصورها يعني بتبقى باستعجال وكده، بس على قد ما اقدر بصور لكم الاساسيات اللي هي تخلي دايما البيت معاكي نظيف، اللي هو انت بتعمليها كده يوميا، تبقى ايه ايدك في البيت زي ما بيقولوا، دايما ايدك في البيت، دايما شغاله في البيت، دايما بتنظفي، فدي بتفرق معاكي خالص. فجبت بقى كيس المسحوق الجديد لان خلاص ما كانش عندي ولا ذره مسحوق، كفايه عليه كده قعد شهرين. في حد قال لي انا بجيب شكاره فل وبتقعد معايا 4 شهور وجميله وحلوه، بس هل دي تنفع للاوتوماتيك؟ يعني اللي اسمها فل دي تنفع للاوتوماتيك؟ هي دي كان عليها عرض ب 350، كان في واحده كمان عليها عرض ب 300، بس انا خفت اجيبها رخيصه قوي فما تنضفش، فانا جبت دي 350. طبعا ارخص من الاوكسي كنت جايباه ب 430 تقريبا، فدي طبعا ارخص كام كده 80 جنيه تقريبا او حاجه كده، فدي ارخص.
بس ونفس الوزن، يعني 8 كيلو عليهم كيلو اللي هو 9 كيلو. بس بقى مش عارفه بقى ايه اللي، بس لما انا قلت مش عارفه ايه ظروفها، بس كنت خايفه تطلع مش حلوه. بس الصراحه انا جربتها، يعني انا شغلت عليها، دي كانت اول دوره، وشغلت عليها بعد كده 3 دورات بعد الفيديو ده، وما شاء الله جميله والغسيل بيطلع فل. احنا اصلا انا ايديا في الغسيل على طول، يعني من الهدوم ما بتقعدش علينا يومين 3، الملايات ما بتقعدش اسبوع ولا يومين، هو الغيار كل يوم. والملايات يوم يوم لا بتتشال وبتتغير، فيعني ايه الغسيل بتاعي مش متبهدل قوي. فالصراحه لقيت ريحته حلوه، ريحته بريحه الورد كده، ونضيف الحمد لله. فقلت كويس يعني، اللهم لك الحمد يا رب، بس تقعد نفس المده. بيتهيألي هتقعد نفس المده اللي فاتت، لان هي نفس الكميه، يعني نفس الكميه اللي فاتت بالظبط برضو، اللي هي 8 كيلو عليهم كيلو هديه. فرحت بقى مشغله على اللي هي المشايه ده اهي، وقلت بقى وانا قاعده كده جنبها اقصقص اللي هي قراص للغساله بتاعه الاطباق من اخر مره كنت عملت معاكم لحد دلوقتي، وانا كنت شغاله بيهم. بصوا حبه القراص اللي انا بقصقصهم دول بيقعدوا معايا شهر وزياده الصراحه. وبشغل غساله الاطباق كل يوم، وساعات بشغلها في اليوم مرتين، مره الصبح ومره بالليل. بلم مثلا حاجه بالليل وعلى اخر النهار لو قادره اشغلها بشغلها، يعني لو عندي حاجات كتير بشغلها، لو عندي حاجات شويه بسيبها بملاها واسيبها، لو فيها مكان فاضي تاني يوم بعد الفطار اشغلها برضو. ما حدش ابدا عامل الحركه دي ورايا الا لو راجع هنا في الكومنتات وقال لي بجد تسلم ايدك على حركه قصقصه البتاع ده الراس، لانها بجد حلوه قوي. والغسيل بيطلع، المواعين بتطلع بتبرق زي الفل، وكمان ما بتطلعش مجيره ولا ريحتها صابون قوي ولا كده، بتطلع زي الفل الصراحه. القرص كده يعني مثلا بيعمل معايا كده 4 غسلات القرص الواحد، ويمكن اكتر كمان. انا بقول لكم العلبه بقصقص فيها 5 اقراص 6 7 10، بتقعد معايا فتره محترمه يعني. المهم اللهم صل على سيدنا محمد، دخلت بقى على الاوضه كده وكملت شفتها وخليتها زي الفل. الارض بتاعتها ممكن بديها مسحه كده بقى، اللي هو بس بتبقى ايه، مسحه بشرشوبه منديه، يعني حتى مش مبلوله منديه، لان دي مش البلاط ده كده اللي هو مشمع كده. فقلت بقى بالمره كده اغير كسوه اللي كنت فرشت ده، وما فرشتش كسوه اللي هي الخداديات، فرشت الخداديات كمان وكده. وقلت بقى اعدل الدنيا، كانت المخده مش لاقيها قدامي، قلت لا مش هفرشها دلوقتي، هسيبها بقى لما افرشها. وانا اللهم صل على سيدنا محمد يعني بفرش الاوضه بقى. عدلت بس كده الفرشه ورجعت كل حاجه مكانها، وكده السجاده كمان اتغسلت اهي، هاخدها انشرها، وعبال بقى ما تدور كده وتنشف ابقى انا بقى ركبت الكسوه التانية ولمعت الدنيا ولمعت الخشب، مسحت المرايه، عملت كده شويه حاجات. المهم طلعت بقى هنا على الصاله، كملت بقى الصاله والمطبخ شفطتهم، وكده كده انا كنت شافطه بقى الدنيا بره في الريسبشن بره، وفي الصاله كنت شافطه الدنيا ومخليها زي الفل. والغساله بتاعتي شغاله، وغساله الاطباق كمان كنت بملاها، فالحمد لله يعني ايه مسيطرين على الوضع. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد ما نخلص دول. كان عندي بقى الترابيزه اللي انا كنت حطيتها معاكم من الروتين بتاع يوم الجمعه، كنت حطيت الترابيزه في المطبخ. الترابيزه بقى لما حطيتها في المطبخ، هي الترابيزه من فوق كده فيها فتحات صغيره كده رايح جاي اهي، الفتحات ده اهي. فطبعا الفتحات دي بتاع الدبانه خفت منها. الفتحات دي هما بقى ايه، مثلا اي حاجه بيعملوها على الترابيزه دي، لو بيشربوا لبن شاي لقيتهم استغلوها، يعني انا حطاها بالكرسي عشان انا مثلا اقعد عليها اشتغل عليها، لقيتهم هما اللي استغلوها، قاعدين ياكلوا لبن بقسماط شاي بلبن، وعمالين بقى ايه اي حاجه تتكب على الترابيزه. ولما تيجي تمسحيها مش بتتمسح كويس، لان فيها فتحات اللي هي الصغيره دي، فالحاجه بتخش فيها كده وتلزق وتبقى مش حلوه. شوف مجرد يومين انا ما استحملتش، يعني انا مع اني كنت بمسحها على طول بس ما استحملتش، قلت لا لازم تتغسل. والحلو فيها ان هي بلاستيك بقى بتتغسل. خدت الفرشه دي جميله، اللي هي الفرشه ام ايد دي، تسلم ايد اللي جاب يا رب، وربنا يخليها يا رب. اخدت كده الفرشه بقى ورحت غسلتها ودعكتها جامد بشويه صابون، خليتها زي الفل، وسبتها كده تتصفى شويه، ومسحت مكان ما عملت بقى الايه الحمام، ريحته فله كده، ريحه صابون وريحه خل. ورحت بعد كده شغلت بقى الغساله على اللي هي الشنطه بتاعت محمد، شغلت عليها الغساله. بصوا كل يوم كده بغسل لحد فيهم شنطه، عبال ما بيدور ولف الاسبوع بكون غسلت كده الشنط كلها، مش بغسلهم كلهم مع بعض، علشان لو غسلتهم كلهم مع بعض هضطر اشغل عليهم الدوره الساعه، فالشنط هتتهلك في الدوره الساعه دي، هتتهلك الشنط. فانا بشغل عليها الدوره ربع ساعه بس، كل شنطه لوحدها، وبتطلع زي الفل، بتطلع نظيفه شمعه. هبوريكم شنطه محمد طلعت زي الفل، بتبرق كده.
وشنطه رؤية كذلك، وشنطه صالح برضو على 15 دقيقه. الشنط ما بتتبهدلش في 15 دقيقه، دي بتبقى حلوه، بتبقى الدوره بتاعتها سهله وسريعه، وبتبقى بتطلع نظيفه. اصل هي كل اللي فيها ايه، اللي هي بقى مطرح ما بيحطوا الشنط في الارض الشنطه بتقع في المدرسه، بس ما فيهاش بقع. فاللي هي الدوره الربع ساعه دي كفيله ان هي تخليها لك فله كده شمعه. فدخلت كده على البلكونه، سبتها بقى، وكنت مطلعه كمان دوره غسيل تانية في السبت. دخلت على البلكونه بقى الم اللي عليها كده. وطبعا بصوا السجاده بتاعت رؤية خلاص نشفت كده خلاص، يعني شوفوا هي ساعيه بالكتير وبتكون نشفت وبقت زي الفل. لميت كده الحاجات اللي انا غسلتها، ولميت كمان بتاع ده الغسيل، وبقيت الم واطبق وانا واقفه. اما بيبقى عندي فرصه كده بعمل كده، بلم بطبق وانا واقفه عشان اقصر على نفس المشوار. ادخل بقى على الدواليب على طول، يعني ادخل كده افرز كل واحد حاجته لوحدها وادخل على الدواليب على طول. وساعات بقى لو الغزاله رايقه خالص يعني بروح عامله ايه، بروح مطبقه كل حد حاجته لوحدها يعني على الجدار، وبعد كده ادخل على طول ايه. بس انا كنت بطبق كله على بعضه، واما ادخل جوه بفرز كل واحد حاجته لوحدها. بصوا بقى بتحسي ان الدنيا سهله معاكي وبسيطه، واللي هو خلاص بقى مش لسه هتلمي غسيل وبعد كده تقعدي تطبقي الغسيل، لا بيبقى بسيطه. وبعدين كان في حد نصحني وقال لي نفضي الغسيل وانتي بتلميه عشان ممكن يكون جه عليه تراب وعفره وكده. انا غسيلي ما بيلحقش يقعد على الحبل اصلا انا بلم واحط والم واحط، فانا غسيلي ما بيستناش على الحبل كتير. بس مع ذلك انا سمعت نصيحتك وبقيت كل حته لمها انفضها كده برضو. يعني كمان حد قلبه عليكي وخايف عليكي ده تسمعي كلام وش يعني من غير تفكير، لان هي اكيد اللي بتقولي كده يعني عامله حساب ان هي ايه، خايفه عليا حاجه تكون على الغسيل ولا حاجه. المهم بقى استمتعت كده بالمنظر وبشكل الزرع، ودخلت على جوه عشان احضر الغدا. رفعت الغدا على النار، كنت عامله لهم. بصوا بقى حصل معايا حركه النهارده جامده خالص. انا كنت بدور على كيسين سبانخ، عينيا خانتني يا جماعه، وطلعت كيس سبانخ وكيس فاصوليا وما عرفتهاش تصدقوا والله. يعني رغم ان انا عارفه كل حاجه لوحدها، بس لما كنت بنضف الديب فريزر وشلت منه الحاجه، فالحاجات دي اتنقلت للفريزر الصغير فبقت على بعضها. فلما طلعتها ما عرفتهاش. فالمهم كانت النيه ان انا اعمل سبانخ، لقيت نفسي عامله كيس سبانخ على كيس فاصوليا وحطيتهم خلاص، ما بنتش الا لما فضيت الفاصوليا والسبانخ في قلبة اللحمه بالدمعه، تخيلوا. بس طلعت خطيره. دي بقى نوع طبخه جديده، يعني طبخت الاتنين في واحد، السبانخ والفاصوليا مع بعض، بس طلعت تحفه اقسم بالله ما شاء الله. يعني انت ضايقه الطعم ده وضايقه الطعم ده، والاتنين مش مؤثرين على بعض، يعني مش اللي هو عامل لك ازمه مثلا او طعم الطبيخ مش حلو، لا بالعكس كان طعم الطبيخ تحسي بقى وانت بتاكلي كده. انت عارفه لقمه الطبيخ الدافيه دي اللي تحسي كده كأن الدنيا بترخ بره، انا كنت عاملاهم النهارده طبيخ تحسي ان الدنيا بترخ بره. فلقيت نفسي حتى ايه، يعني انا قلت لهم كده، قلت لهم صدقوا يا اولاد ان انا عملت النوعين على بعض. اول مره في حياتي، بس انا ما كنتش اعرف، يعني انا ما استوعبتش الا بعد ما نزلت الكيسين. يعني انا نزلت كيس السبانخ الاول تمام، فتحت الكيس التاني ونزلته في قلب الدمعه فوق السبانخ، بقى اكتشفت ان هو فاصوليا خضراء. يا صلاه النبي احسن. المهم بقى هنا كان هما هنا عندي في المطبخ داخلين عليا وقالوا لي ايه، احنا عايزينك تعملي نص المانجا والنص التانية تحطيها كده قطع عشان نبقى بنشرب العصير وبناكل قطع فيه كمان. يعني انتوا عارفين شبه ايه، شبه الراني كده، عصير الراني كده. فقلت لهم طب ماشي اوكي تمام يعني مفيش مشاكل. فالمهم خدت نص المانجايه، كانت ما شاء الله مانجايه كبيره، تجيلها كيلو الا ربع ولا كيلو، كبيره كده. اخدتها، انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اشيل مانجا رمضان، يعني اجيب واشيل. بصوا حبه المانجا اللي اتكبوا دول غصب عني. فالمهم عملت ايه، عملت العصير ورحت بعد كده رحت حاطه لهم في قلبه النص التاني القطع، وطلعت تحفه. بتشربي العصير وفي قلبه القطع. بصوا بقى الطبيخ تحفه اقسم بالله يا جماعه. حبه طبيخ وحته اللحمه كانت جميله. اللحمه دي من الذبيحه لاخر ذبيحه احنا ذبحناها، كان طعم الطبيخ يجنن. تحسوا كده ان الدنيا بتشتي بره ومغرقه الدنيا شتاء، وكان زي العسل. مع الف سلامه ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد.